عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين. الفيديو بتاع النهاردة فيديو ممتاز، وصفة للشعر حرفيا هتغيره 360 درجة. التركيبة دي لو استخدمتيها صح هتغير شعرك بالكامل. كلنا عندنا مشاكل في شعرنا بيقع مش بيطول، كمان في فراغات. طبعا انتي جربتي زيوت كتيرة ومفيش نتيجة، وانا طبعا زيكو وزي كتير جدا عمل حاجات كتيرة وما جابتش نتيجة. بس اول ما جربت الخلطة دي قررت ان انا اطلع اقولها لكم. اول حاجة وهو زيت دابر املة. زيت دابر املة موجود من زمان وهو نتيجته لوحده ممتازة، بس ده مش زيت عادي. اللي جربه هيفهم اللي انا بقوله، لان زيت دابر املة لوحده بيقوي بصيلات من الجذور، كمان بيقلل التساقط. مش بس كده، ده بيدي لمعان وطول ملحوظ، وبيغذي الشعر من أول مرة بتستعمليها. لكن ده لو استخدمتيه لوحده فالنتيجة هتكون ممتازة، لكن لما نستخدمه مع الصدر النتيجة هتكون أضعاف. الصدر أصلا لوحده كنز، إن احنا نحطه مع الزيت فدي هتدينا افكت ممتاز للشعر. الصدر بينضف فروة الراس، كمان بيقفل المسام المفتوحة، بيقلل القشرة، وكمان من كل ده هيعمل ايه؟ هيكثف الشعر وهيملأ الفراغات. عشان كده لما بنضيفه للدبر أملة النتيجة بتكون مضاعفة. بينا على طريقة التحضير ونشوف هنعمل ايه. أول حاجة هناخد العبوة الصغيرة دي من زيت دبر أملة، وهنحط عليها معلقة كبيرة من الصدر المطحون ناعم، ونركز كويس ان هو يكون ناعم ويكون من مصدر موثوق منه. هنسيبهم لمدة 24 ساعة في مكان يكون مكان ضلمة يعني، او نحطه في ورق فويل نلفه، او نحطه في شنطة سودا او اي كان، وبعدين نستخدمه. هنقول دلوقتي طريقة الاستخدام. بس اولا الزيت ده ما بيتسخنش، تمام؟ طريقة الاستخدام هنحط منه على فروة الراس، وهنبتدي نعمل مساج خفيف 5 minutes، وبعدين هنكمل على باقي الشعر. هنسيبهم ساعة ساعتين مش اكتر من كده. ما تخافيش، زيت دابر أملة اصلا خفيف. وهتكملي وتخلصي الوقت اللي انا قلتلك عليه، وبعدين هتغسلي شعرك بشامبو خفيف. دي هنستخدمها مرة في الاسبوع. مبدئيا كده النتيجة هتلاحظيها من اول استخدام. اول حاجة هتلاقي التساقط قل، مش هيكون فيه تساقط خالص من اول اسبوع. تاني حاجة هتلاقي فيه نعومة في الشعر، كمان هتلاقي شعرك بقى بيلمع، وهتلاقي الشعر بيطول، وهتلاقي فيه كثافة مع الاستمرار على الوصفة دي او على المكونات او الخلط ايا كان. بس خلي بالك ان الاستمرارية هي السر في اي حاجة في الحياة. فلو حابة شعرك يبقى أطول وأكتر كثافة، وكمان يكون مفيهوش فراغات، فتعملي لي لايك الجميل بتاعك، وتكتبي لي في الكومنت رأيك، وتقولوا لي عايزين فيديوهات عن ايه تاني، واكتبوا في الكومنت أملة بلس صدر، وهتلاقوني بقول لكم كل الوصفات، وهنزل لكم تجارب فعلا حقيقية. وده اللي أنا بنزله وما بقولش أي حاجة فيك. عارفين ان انا باجي وبروح وباجي وبروح وبفصل الفترات، ولكن انا معاكم ان شاء الله. نتقابل في فيديو جديد بوصفة جديدة. باي باي.